الموبايل اللي معانا النهارده هو من اشيك الموبايلات اللي موجوده في العالم الموبايلات لغايه دلوقتي. بالنسبه لي انا شخصيا موبايل خطير جدا، الديزاين بتاعه تحفه التحفه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بكره بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد وموبايل فلاج شيب، وفي نفس الوقت مش عارف الموبايل ده فعلا، انا مش عارف القبه بان هو فلاج شيب قوي قوي ولا هو فلاج شيب اي كلام، لان الموبايل ده هو فعلا فيه الوان كتير. في منه اللون الابيض وهي المميزات، وفي منه اللون الاسود وهي العيوب الجامده قوي. دايما بتلاقي الموبايلات اللي موجوده بيبقى في منها انواع من اللون الرمادي، يعني بتلاقي ان هي عيوب ممكن تتغاضى عنها، ممكن تلاقي ان هي فيها عيب بس مش عيب قوي، اللي هو عادي يا عم بتبقى فيها موجوده في موبايلات وموبايلات تانية. لا، ممكن تلاقي في مدخل سماعات 3.5 مللي وممكن ما تلاقيش حاجات من هذا القبيل، انت فاهم قصدي؟ ولكن ان انت تلاقي موبايل فيه مميزات جامده قوي وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه فيه عيوب وحشه قوي، دي حاجه غريبه جدا. ودي المعادله اللي انا مش فاهم هو ليه محققها الموبايل اللي معانا النهارده في الفيديو بتاعنا، وهو الجوجل بيكسل 9. ومن اغلى الموبايلات اللي موجوده في السنه دي حاليا. الموبايل هو غالي جدا، عشان كده احنا هنفصص فيه كل حاجه ومش هنسيب فيه اي حاجه علشان نعرف هل فعلا يستحق سعره ده ولا لا. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كده فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه، ملمس الموبايل كله من الزجاج، والاطار بتاعه هنا من الحديد او من المعدن. ملمسه تحفه، المسكه بتاعته بتحس كده ان هي فيها سنه سقعان، بتوريك المعدن. ملمس المعدن لما تيجي تمسكه عادي في الاول بيبقى ساقع، وده ملمس بريميوم قوي مع الموبايل ده. وطبعا الحافه بتاعت الكاميرات بتاعت شكل الجوجل المعروف عنه، اللي هي دايما بتفكرني بالولد اللي هو كان في اكس مين اللي كان بيطلع نار من عينيه، نفس النضاره، بحس ان هو معرفش ليه، ولكن هي شكلها حلو جدا. وطبعا هي بارزه، ابرز بروز للكاميرات موجود في تاريخ عالم الموبايلات كله هو البروز ده. ولكن طبعا الموبايل شكله تحفه، مع كمان الالوان المتاحه ليه باسماء مثيره جدا: الاخضر الشتوي، الحجر السج، بعد كده عندك حاجه اسمها الخزف. الوان تحس ان هي جايه من مجرات كونيه، مش جايه من هنا خالص. ده غير اللون الابيض اللي هو بيسموه البورسلين، وبصراحه انا ما بتشدنيش لون الابيض، ولكن اللون الابيض في الموبايل ده شدني جامد الصراحه، شكله تحفه. ده غير كمان حواف الموبايل اللي هي بتيجي بكيرف من فوق ومن تحت، شكلها برده لطيف وبرده عامله زي موبايلات الايفون عامه. وده بقى نقطه او بقى حاجه بيعملوها ميمز بتوع الايفون، اللي هو انت متضايق ان الموبايل شبه الايفون. علم انت موبايل الايفون طول عمره بيقعد يقلد الاندرويد في الاضافات بتاعته ومحدش يتكلم، وبنقعد نتفرج عليها لغايه دلوقتي، بنقعد نضحك عليها، ما فرقتش كتير صح. عطيه 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 عطيه. الموبايل وزنه 198 جرام على حجمه ده، وعلى الاطار من المعدن، والشكل بتاعه هو تحس ان هو تقيل، فهو يعتبر خفيف جدا ودي حاجه كويسه. الموبايل من كل الجوانب جاي بطبقه حمايه من جوريلا، وهي الجوريلا فيكتاس 2. الموبايل برده مقاوم للميه والاتربه بمعيار الاي بي 68، تقدر تنزل بيه لمتر ونص تحت الميه لمده نص ساعه. وطبعا لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه معانا تمام وزي الفل. دي المفروض تبقى موجوده في حاجات في موبايل فلاج شيب فعلا. ولو بصيت من هنا هتلاقي عندك السماعات ومنفذ الشحن، وعندك كمان الناحيه الثانيه 2 نانو سيم. الدرج الشرايح بيبقى موجود من تحت. ومن الجانب هتلاقي ان عندك زرار الباور وزرار الفوليوم، بس هنا في اختلاف شويه، ان زرار الباور وزرار الفوليوم انت دايما بتلاقي زرار الباور تحت وزرار الفوليوم فوق. لا، المره دي هم عكسوا، خلوا زرار الفوليوم تحت وزرار الباور فوق، معرفش ليه بس برضه انا بحب اقول لك. تعالى بقى نتكلم عن نقطه قويه جدا في الموبايل، وهي الشاشه من نوع اوليد 120 هرتز، بتدعم الاتش دي ار 10. السطوع الفعلي بتاعها هو 1800 نتس، ولكن لو انت شغلت الاتش دي ار 10 وشغلت كل مميزات الشاشه الجامده جدا دي، يقدر يوصل معاك السطوع ده لغايه 2700 نتس. معها شاشه 6.3 بوصه، استحواذ الشاشه على الحته الاماميه 86.1%، وده يعتبر نسبه اكبر شويه من الجوجل بيكسل 8 اخوه الصغير، هي يعتبر نسبه 1%. جوجل بيكسل 8 كان بيجي ب 85 وكسور، هنا ده بيجي ب 86.1%، يعني يعتبر الحاجه بسيطه. مع 1080 2424 بكسل بكثافه بكسلات 422 بكسل لكل بوصه، وده رقم بكسلات ممتاز جدا. كمان بتدعم خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، والبصمه هنا هي داخل الشاشه، ولكن هي في حته غريبه شويه عن المعتاد. يعني في كل الموبايلات زي مثلا سلسله الاي بتاعت سامسونج اللي هي معروفه عنها بالبصمه بتاعت الشاشه بتبقى موجوده تحت شويه، لا هنا الشاشه البصمه بتاعتها موجوده فوق سنه قبل النص بشويه، فهي بتبقى في حته مكان غريب شويه، ولكن لا يعلى عليها الشاشه. شاشه الوان جامده جدا، كونتراست جميل، ساتيوريشن عظيم، كل حاجه فيها ممتازه، ما فيهاش اي نقطه غلطه واحده ممكن نتكلم عليها. شاشه جميله بكل حاجه فيه. وطبعا هنا البصمه برده اللي هي محض طريقه ثانيه لبتوع الايفون، وهي ان هي جايه هنا بخاصيه الالتراسونيك. خاصيه الالتراسونيك دي بصمه اللي موجوده في كل موبايلات الاندرويد حتى في الفئه الاقتصاديه. جوجل بيكسل بقت عاملاها في الموبايل ده بالذات،
يعني انت عندك جوجل بيكسل 8 جوجل بيكسل 7 كل البكسلات اللي كانت موجوده بتيجي ببصمه غير الخاصيه فيها مشاكل شويه، لكن المره دي هي اول مره تستخدم خاصيه الالتراسونيك بتاعه البصمات اللي بتبقى موجوده في الاندرويد كلها وتستخدمها في الموبايل علشان يبقى موبايل البصمه بتاعته لذيذه وسريعه جدا زي ما احنا عارفين بتاعه البصمات بتاعه الموجوده في الاندرويد. وده اللي مخليه ان هو محض طريقه على بتوع الايفون. يا جماعه الموبايل بتاعكم يعتبر بيقدم لكم كل فين وفين حاجه حلوه. لما يوم ما الحكومه اجبرتهم انهم يعملوا تايب سي قال لك دي ميزه احنا عملناها وهم ما عملوهاش اصلا. صباح الفل. بس عامه انا مش بدافع عن الموبايل، انا بقول الحق، لان الموبايل فيه حاجات غريبه هتشوفها قدام شويه هتحس ان في حاجه غريبه. الموبايل ده تحس ان اللي عمله ده كان مثلا تقريبا كان مصطبح تقريبا حاجه كده يعني. الشاشه كمان هي فلات تماما ما فيهاش اي كيرفات. الشاشه كمان فيها الكيرف اللي انا قلت لك عليها اللي من فوق ومن تحت، اللي حس كده ان الحواف مشطوفه شكلها روش جدا. والموبايل طبعا لو انت حطيته فيرتيكال كده عمودي هتلاقيه واقف عادي معاك جدا مش هيحصل له اي حاجه. وده شكل العصر بتاع الموبايلات اللي موجوده دلوقتي وانا متقبله عادي جدا. وعشان تعرف مدى قوه الشاشه دي فانا هقارنها لك فهي احسن من الموبايل الايفون 15 العادي اللي بيجي دلوقتي موجود في الايفون. هي احسن منه في الالوان، وكمان ان هي بتيجي هنا 120 هرتز مش بتيجي ب 60، فهي قويه جدا عشان بس اعرفك هي قد ايه حلوه. تعال نتكلم برضه عن حاجه ثانيه في الموبايل وهو المعالج. المعالج هنا هو جاي من جوجل وهو التنسور 4 بتقنيه ال 4 نانومتر، وده يعتبر من اوائل الموبايلات اللي بتيجي بتقنيه ال 4 نانومتر مفيش اقل من ده. توفير في البطاريه بشكل كبير قوي مع المعالج الرسومي المالي جي 715 ام سي 7. طب المعالج ده لو احنا جينا عملنا له مقارنه دلوقتي بسيطه هخليك تعرف هو قد ايه قوي جدا مع سناب دراجون الجيل الرابع. هنعمل جوجل تنسور وتعمل له مراجعه او مقارنه مع الجيل الرابع من سناب دراجون، هتلاقي ان في تفوق ملحوظ وبشكل كاسح لجوجل تنسور في كل حاجه، حتى في المالتي بلاي او في كل حاجه. الحاجه الوحيده بس اللي هتلاقيهم هما الاثنين متعادلين فيها بنفس الرقم بالظبط هو توفير البطاريه، لكن غير كده هتلاقي ان في تفوق كاسح لمعالج جوجل تنسور، ان هو موبايل معالجه قوي جدا يقدر يمشي معاك لغايه 120 هرتز على اي حاجه. في الريندر المفروض ان هو يكون معاك طلقه، المفروض في الالعاب يديك 120 فريم على اقل اعدادات وكمان على اعلى اعدادات، والدنيا معاك تكون براح، يعني الدنيا معاك تكون سلسه جدا. الموبايل ما فيش حاجه تجلي معاك. ولكن ايه الغريب ان الموبايل لغايه دلوقتي لعب ببجي موبايل ما بيشتغلش معاه غير على 90 هرتز، وعلى اعلى حاجه ما بيوصلش لغايه 90. يعني انت لو لعبت ببجي موبايل على سموث هيجي لك 90 فريم اكستريم، ولكن لو انت عملته على الترا اتش دي فمش هيجي لك اصلا الاكستريم، مش هيجي لك اصلا ال 90 فريم. ودي حاجه مع معالج انت دلوقتي عزيزي المشاهد انت شايف قوته عامله ازاي. موبايل معالجه قوي جدا يشغل لك على اي حاجه. هو طبعا قدام هيدعم ده كده التحديثات الجايه والابديتس اللي جايه كلها هتدعم الموبايل، ولكن انا بقول الموبايل عشان سعره برضه المفروض ان هو كان يجي كل حاجه بالباكج بتاعته كلها جميله، لكن هو لغايه دلوقتي ما بيدعمش. ولكن طبعا لعبه زي موبايل ليجند، كول اوف ديوتي، جي تي اس ان اندريس، فورتنايت، الحاجات دي برضه هتشتغل معاك بسلاسه جدا. ولو بصيت برضه على الانتوتو بنش هتلاقي ان هو الجوجل تنسور بيتفوق على سناب دراجون بفرق نقاط كبير جدا. 516600 ايه ده 516613 بوينت لوحدهم، رقم كبير جدا ورقم ضخم. عشان كده انا بكلمك يا جماعه الموبايل ده احنا مش هنسيب فيه اي حاجه. الموبايل سعره غالي جدا لدرجه ان انت المفروض ان انت لو بصيت على حته بارزه غلط لازم تقول عليها، عشان الموبايل فعلا ان انت لو صرفت عليه انت هتصرف عليه مش عارف ثروه اسكوبار لوحده. لو انت لعبت على اي لعبه موجوده في الموبايل، ببجي موبايل، كول اوف ديوتي، فورتنايت، اي لعبه تتخيلها هتلاقي ان هو سلس بطريقه مش طبيعيه. طبعا المعالج باللي انا قلته ده اللي هو اكيد هيبقى سلس معاك بطريقه مش طبيعيه على اي حاجه، وده فعلا موجوده. عشان كده انا بقول لك الموبايل يقدر يدي اكتر من كده، المعالج ده يقدر يدي اكتر من كده حرفيا بشكل كبير، ولكن هو لسه مش مدعوم في لعبه ببجي موبايل. طبعا مش محتاج ان انا اقول لك في الاستخدام الطبيعي هيبقى عامل ازاي. الموبايل هيبقى عظيم معاك في الاستخدام الطبيعي، سواء في التصفح في كل حاجه هيبقى ممتاز معاك فوق الممتاز. تعالى بقى نتكلم برضو عن الكاميرات بتاعه الموبايل. وانت عندك هنا هي كاميرتين موجوده في الخلفيه، 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، وبرضو الثانيه 48 ميجا بكسل بنفس فتحه العدسه. كاميرا خرافيه، كاميرا لا يعلى عليها، ساتوريشن، كونتراست، كل حاجه فيها بالانس عظيم جدا، والالوان مش بهتانه ولا فقعه، الوان ممتازه. في الاضاءه العاليه لا يعلى عليها، في الاضاءه المتوسطه خرافيه ويعتمد عليها بشكل كبير جدا. وطبعا اللي بيساعد مع كده كمان ان فتحه العدسه اللي هي اصلا واسعه يعتبر اف 1.7، فطبعا هي بتساعد بشكل كبير. كنت انا اتمنى الجوجل بيكسل 9 اللي معانا ده يكون فيه الكاميرا الثالثه اللي موجوده في البيكسل 9 برو والبيكسل 9 برو اكس ال، موجوده في الكاميرا الثالثه، ولكن هنا الكاميرا التليفوتو مش موجوده، ودي الصراحه حاجه مضايقاني. كنت اتمنى ان يكون في الكاميرا الثالثه كمان. والموبايل طبعا بيصور 4K 60 فريم، وده طبيعي اكيد باين من المعالج القوي ده اكيد ان هو هيقدر يصور معاك 4K. تعال بقى نتكلم او نخش في الغويط في الحاجات السوداء في الموبايل، وهي اولها الكاميرا السيلفي اللي بتيجي ب 10.5
ميجا بكسل، معرفش ايه النص ده اصلا، وبتيجي بفتحه عدسه اف 2.2، فتحه عدسه ضيقه جدا، وفتحه عدسه بتيجي في مباريات الفئه الاقتصاديه. كل مباريات الفئه الاقتصاديه اللي بتبدا من ال5 وال7000 وانت طالع كلها بتيجي بنفس فتحه العدسه. وبالرغم ده كمان ان انت عندك الجوجل بيكسل برو والبيكسل 9 برو اكس ال، الاثنين بيجوا فتحه عدسه كبيره، وكمان الموبايل بتاعهم الكاميرا السيلفي بتاعتهم بتوصل لغايه 42 ميجا بكسل. اشمعنى الموبايل ده بالذات اللي انت خليته 10.5 ميجا بكسل؟ الكاميرا الصراحه مش حلوه. في الاضاءه العاليه طبعا هتاخد الوان جميله، ولكن في الاضاءه المنخفضه لا الدنيا وحشه، لا الدنيا وحشه بتاتا. يعني الكاميرا دي ما تطلعش من الموبايل حتى ب 20000 جنيه، وكمان الموبايل سعره كبير، الموبايل يجي يا جماعه ب 800 دولار 37000 جنيه. فاللي انت حاطط لي كاميرا سيلفي زي دي يعني صعبه جدا، ما ينفعش ان انا اتغاضى عنها خالص. برضه بتصور 4K 60 فريم، ولكن مش هستفيد حاجه بال 4K في كاميرا عامله زي دي الصراحه، يعني مش هستفاد حاجه خالص. برضه هنا البطاريه بتاعت الموبايل بتيجي ب 4700 ملي امبير، وانا ما اعرفش ليه هي مش 5000. برضه لو جينا على موبايل بلاش 5000 ايه، في موبايل اسمه الفيفو واي 28 في الفئه الاقتصاديه بيجي ب 6000 ملي امبير. ايه شغل الايفون ده يا جوجل؟ بس طبعا هنا انت عندك موفر البطاريه، المعالج بيجي ب 4 نانومتر، فهيبقى موفر معاك في البطاريه. انا ما اعرفش هيقدر يقعد معاك اليوم كله مستريح ولا لا، ولكن انا ما اعتقدش، لان الموبايل هيبقى فيه سلاسه حلوه وانيميشن جميله، والموبايل كده كده اصلا كمان باندرويد خام، فانت هتلاقي فيه سلاسه. ما اعتقدش ان انا مش عارف، ما اعتقدش ان ممكن ان هو يقدر يوفر معاك في البطاريه قوي، او ان هو يقدر يقعد معاك اليوم. ولو قعد معاك اليوم فهو هيقعد معاك اليوم وهو بيحتضر، اللي هو خلاص اخره 3% وبيقول لك اشحني ابوس ايدك، ده انا اعتقد يعني. والموبايل هنا كمان سرعه الشحن بتاعه 27 واط. يرجع تاني نعمل نفس المقارنه في موبايل اسمه سامسونج جالاكسي A05 اس في الفئه الاقتصاديه، بيجي تقريبا ب 6000 جنيه حاجه زي كده. موبايل بيجي بسرعه شحن 27 واط، بينما الموبايلات اللي موجوده في الفئه المتوسطه والفئه العليا بتيجي بحاجه و60 واط، وفي اللي اعلى من كده كمان بال 120. فانت جايب لي موبايل ب 37000 جنيه 800 دولار بيجي بسرعه شاحن 27 واط، دي مش مقبوله تماما. طبعا هو هيشحن الموبايل بسرعه كبيره، والموبايل مش هيقعد معاك حتى ساعتين، هيقعد اقل من كده. هو في وسط المنافسين هو اقل واحد في سرعه البطاريه، والبطاريه ذات نفسها كمان، والكاميرا السيلفي. زي ما انا ما قلت لك في حاجات غريبه في الموبايل ده انا مش فاهمها. ده غير كمان ان في موبايل اللي هو انفينكس هوت 40 برضه في نفس الفئه الاقتصاديه وبنفس سعر السامسونج جالاكسي ده، بيجي بسرعه 33 واط. فاللي هو انتوا بتعملوا ايه اصلا؟ الموبايل كمان هنا عنده الماكس سيف او اللاسلكي بتاعه بيوصل لغايه 15 واط، وده حاجه طبيعيه، يعني الموبايل هيقدر يوصل معاك في الشاحن لغايه بعد 4 5 ساعات، بس حاجه بسيطه يعني. والموبايل فيه منه نسختين، 128 جيجا 12 جيجا رام، او 256 جيجا 12 جيجا رام. والذاكره الداخليه هنا بتيجي من نوع اليو اف اس 3.1، وطبعا دلوقتي هي برده ذاكره داخليه سريعه، ولكن هي مش اعلى حاجه، ودي برده من النقط الضعيفه بالنسبه لي. هنا دلوقتي انت عندك يو اف اس 4.4، وفي ال5 كمان بينزل دلوقتي، فاللي هو انت كمان جايب لي اصدار قديم شويه، هو مش هتفرق معاك والله، بس انا بتكلم بقى من جمله الحاجات، انت فاهم قصدي؟ بس ودي كانت كل حاجه عندي على الموبايل ده. غير كمان ان في مميزات على الموبايل في الذكاء الاصطناعي، في ذكاء اصطناعي او في حاجات في الاي اي، زي مثلا لما تيجي تصور بالكاميرا الخلفيه، هتلاقي نفسك ان انت مثلا لو انت وصاحبك ومفيش حد تاني يصورك، تقدر ان في خاصيه في الموبايل تقدر ان انت تخلي صاحبك مثلا ان هو يتصور لوحده، ومثلا يشاور عليك وانت مش موجود في الصوره، بس يشاور عليك وهو اللي يرجع يمسك منك الموبايل، وانت تروح تتصور في الناحيه الثانيه الفاضيه. بيبقى برده موجوده كده في الكاميرا ان صاحبك اتصور في الحته دي، فانت بتقف على الجنب شويه عشان تتصور في الحته الثانيه، وفعلا اكنكم متصورين مع بعض بالظبط. دي خاصيه حلوه جدا موجوده في الكاميرا، وفعلا هي معمول عليها ضجه بسبب في الكاميرات بتاعت جوجل بالذات، الخاصيه دي معمول عليها ضجه كبيره جدا، وهي الصراحه خاصيه حلوه جدا. وفي مميزات ثانيه كتير جدا برده للذكاء الاصطناعي موجوده في الموبايل، ولكن مع التحديث هتتعالج بشكل احسن، لان هي بيبقى فيها حبه مشاكل كده شويه. لكن بعد التحديث اللي جاي ان شاء الله اكيد للسوفت وير، طبعا الموبايل بيجي باندرويد اعلى حاجه ال 14، حاجات وابديتس اكتر هنتكلم عليها اكيد لما يجي الموبايل ينزل بشكل رسمي. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات هل الموبايل فعلا يستحق سعره مع المميزات والعيوب الغريبه اللي موجوده في الموبايل ولا لا، واستنوني فيديوهات ثانيه كتير ان شاء الله. في امان الله.